هل فكرت يوما أن النور الذي يسكن قلبك الآن بدأ رحلته قبل آلاف السنين من أرض تحمل في طينها سر الحياة، ومن نيل يهمس كل فجر بسم الله، من مصر؟ لم تكن الأهرامات أول معجزات المصريين، بل كانت أرواحهم أول من نطق بالإيمان. بحثوا عن معنى الروح وعن الخلود، ورأوا أن وراء هذا الكون إلها واحد يعطي الحياة ويستردها برحمة. كانت القلوب ترفع البصر نحو السماء، تسألها عن الغيب، وترى في الشمس رمزا لنور لا ينطفئ. وفي أرض مصر مشت أقدام أنبياء الله، جاء إليها يوسف عليه السلام بالنور، ومشى فيها موسى عليه السلام بالكلمة، وشق فيها البحر بمعجزة من السماء. كانت مصر بابا من أبواب الوحي، وملجأ للأنبياء، وملاذا للقلوب التي تؤمن. حتى جاء الموعد الذي انتظره التاريخ، حين أشرقت في مكة شمس لم تغب، محمد صلى الله عليه وسلم، النور الذي جمع أنوار الأنبياء جميعا، فأتم الله به الدين، واكتمل النور الذي بدأ في مصر في قلب مكة. واليوم بعد آلاف السنين يبقى السؤال لك أنت: هل ما زال ذلك النور حيا في قلبك؟ هل تعرف الطريق الذي سار فيه يوسف وموسى ومحمد؟ ربما بدأ النور من أرض بعيدة، لكنه لم يخلق ليبقى بعيدا، بل ليصل إلى قلبك أنت.